السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. النهاردة هنتعلم بقى الطريقة الثالثة والأخيرة اللي أنا أقدر أعمل بيها select لعناصر ال HTML أو ال HTML elements بتاعتنا. احنا كنا اتكلمنا على ال ID، وقلنا إن ال ID ده علشان أدي التنسيقات بتاعتي لعنصر مرة واحدة فقط، وقلنا الكلاس علشان ادي التنسيقات دي لاكتر من عنصر، اقدر اورث نفس التنسيق لاكتر من عنصر. النهارده هنتكلم على الطريقه الثالثه اللي اقدر ادي بيها تنسيقات ال CSS. انا بس حد كان سالني المره اللي فاتت على الكلاس والاي دي، كان في ناس بتقول هو ينفع العنصر ياخد اكتر من اي دي؟ لا، ياخد اي دي واحد، معرف واحد فقط، انما ممكن ياخد اكتر من كلاس. يعني ممكن لو انا عايز ادي كلاس تاني هنا مثلا اروح اعمل كده سبيس واكتب الكلاس نيم 2، راح قايل له كده كلاس نيم 2، وهكذا سبيس كلاس نيم 3 اسم الكلاس الثالث. يعني كل ما تحب تدي كلاس جديد اعمل بس سبيس والكلاس الجديد بتاعك. يبقى انا بس حبيت اجاوب على الاستفسار ده، انك تقدر تدي للعنصر اكتر من كلاس ولكن اي دي واحد فقط. طيب نروح بقى للطريقه الثالثه لتسميه او لاختيار عناصر ال HTML. الطريقه الثالثه عن طريق ال HTML element name. يعني ايه؟ يعني عن طريق انك هتنده على العنصر باسمه. يعني ايه انده على العنصر باسمه؟ يعني مثلا لو انا عندي div وعندي في الصفحة بتاعتي مثلا paragraph، وعندي paragraph تاني اهو، وعندي image src يساوي، وعندي paragraph كمان. طيب افرض ان انا عايز مثلا كل الباراجرافات اللي في الصفحة بتاعتي مثلا يبقى الفونت سايز بتاعها يكون 14 بكسل، يعني عايز اكتب بخط حجمه 14، عايز اكتب كل الفونت اللي موجودة عندي في الموقع بتاعي، كل الفونت اللي موجود في الصفحة بتاعتي يبقى لونه احمر، يبقى لونه اسود، يبقى لونه ازرق. لو انت عايز تعمل ده الطريقة العادية كنت هتروح تعمل كلاس، وكل ما تيجي تعمل باراجراف تديله الكلاس، كل ما تيجي تعمل الباراجراف تديله كلاس. طب ما طالما التنسيقات دي لكل العناصر مش عناصر معينة هتختارها. يعني ايه؟ يعني المرة اللي فاتت مثلا كان عندي 3 ديف، بس انا اديت الكلاس ل2 ديف بس من ال3 مش لل3 كلهم. انا عندي هنا مثلا 3 باراجراف، فلو انت عايز التنسيقات تروح للباراجرافات كلها بلا استثناء، اي باراجراف يكون موجود في الصفحة ياخد التنسيقات دي بدون استئذان، اعمل ايه؟ بدل ما تروح تكتب اي دي وتروح تكتب كلاس، لا، هروح كده جوه تاج ستايل، ادي تاج ستايل اهو، واروح رايح انده على التاج اللي انا عايزه باسمه. يعني ايه باسمه؟ هو الباراجراف ده اسمه ايه؟ اسمه بي، يبقى هروح اقول له كده بي، وافتح الكيرل بريسز او الاقواس بتاعتي، واكتب بقى لغة السي اس اس بتاعتي اللي احنا برضو لغاية دلوقتي لسه ما اتعلمناش ازاي نكتبها. يبقى ده كده معناه ان كل التنسيقات اللي حضرتك هتكتبها هنا هيتم توريثها لأي باراجراف هيتفتح في الصفحة. كل ما تيجي تعمل باراجراف في الصفحة بتاعتك هياخد التنسيقات اللي انت كاتبها كلها بدون ما تديله هنا اي حاجة بقى، ولا اي دي ولا كلاس ولا اي حاجة. اي حد هيتفتح بالاسم ده هياخد التنسيقات بتاعته. وطبعا لان ولا حطيت اي دي ولا حطيت كلاس فبنده على العنصر باسمه من غير بقى ما احط ولا دوت ولا هاشتاج، من غير ما احط دوت علشان المره اللي فاتت كانت كلاس، ولا هاشتاج علشان خاطر الاي دي. يبقى مجرد بس هكتب اسم العنصر، وما بين الكيرل بريسز او الاقواس بتاعتي هبتدي اكتب لغه السي اس اس. كده انا اتعلمت ايه هي الطرق اللي انا اقدر اختار بيها عناصر ال HTML اللي انا بقى هبتدي اديلها التنسيقات.
وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى إن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.